عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بألف خير. وياكم الاستاذ عباس الغالبي. طلاب، الف مبروك. طبعا هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر إعادة العمل بنظام المحاولات لهذا العام. ان شاء الله راح نتكلم بهذا الفيديو عن نظام المحاولات او نظام التحميل. نظام محاولات للمدارس اللي هو الطالب اللي راسب بمادة او مادتين فقط، راسب بمادة او مادتين، يبقى بصفه، بس بدال ما يرسب ويمتحن فد 7 مواد او 6 مواد، يمتحن المواد كلهن، لا، يمتحن بس دن المادتين راسب بيهن. يعني يبقى معدله، يبقى مش كثر ما اخذ مثلا بالفيزياء بالكيمياء يبقى نفسيتهن. خلينا نقول هو راسب بس بالرياضيات والانجليزي، او بس بالانجليزي، يعيد سنه كامله على مود الانجليزي، ويمتحنا دورين، يعني يمتحنا دور اول ويمتحنا دور ثاني ويا طلاب السنه القادمه. طبعا قالوا هذا اخر عام للعمل بنظام محاولات. هنا للصباح والمساء، يعني فقط للصباح والمساء، اللي خارج ما مشمولين للأسف. وقلنا احنا بدرس او درسين، وللسادس الاعدادي العلمي والادبي. تمام طلاب؟ فهذا هسه هنا كاتبين لك السادس الاعدادي بكافة فروعه، يعني بكل فروع السادس الاعدادي. هذا نظام المحاولات، هسه شرحته لكم ووضحته، وقناتي حطيت لكم اياها باول تعليق، وجبت لكم طبعا ملخصات اذا تعرف واحد من اقاربك اول ثاني ثالث رابع خامس جاي ينزلهم مرشحات، فذن المرشحات راح احط لكم اياها باول تعليق. وصلنا لنهاية الفيديو، في امان الله وحفظه.